تعتقل وتخلي مع حبيب العدل عشان يطلعوا منصور اي دعوه ارجل منك، ودي يتكلم عن مرتضى منصور تتكلم بأدب، والا ما عنديش الا حذاء يا شيبوب. انا بعتذر بس ارجوك يا استاذ مرتضى، معلش احنا يعني انت عارف ان احنا بنحاول. تقول لا انا مش جبان يا جمال. لا ارجو، انا عارف والله، بس انا مش جبان، انا عايز اعمله ومن المرشد بتاعه. طيب خلاص يعني بس يعني احنا بنقول انه يعني عشان يجيبوهم في الانتخابات ويجيبوهم 88 واحد. ارجوك بالراحه يا جماعه، سقطنا وضربنا بالنار لاجل منك يا شيبوب. بالراحه بس لو سمحت، معلش بس عشان تبقى معروف ان حضرتك بتقول، وانا ايضا يعني اطرح عليك ما يقال من وجهة نظر اخرى علشان حضرتك. احنا بريد يا استاذ جمال على قد حجم الشيبوب. طيب خلاص دلوقتي يبقى بقى موضوع الفريق شفيق، عايز تقول فيه ايه؟ لا كان في حاجه ثانيه قولها لي. إيه؟ لا ما خلاص بقى. لا والنبي انا عايز امثال شيبوب اللي بتطلع دلوقتي، اللي كانوا بيستخبوا في الغرفه. خلاص بس ارجوك اللي كانوا فرح وسابوا اللي كانوا معاهم في السجون. ارجو الا نغلط بحد لو سمحت. عشان مالك خلي بالك لو سمحت بحرف واحد لو سمحت يا الله بيصحى يجيب عامل السفينه اول نظام الفول ده وهم خايفين مستخبيين اللي عليها هنقتل دلوقتي. ايوه اعملوا عنتر عليا انا بالذات، انا كشافكم وعارفكم وانا اليد العليا عليكم جمالكم كلكم، هتيجوا تقولوا عليا دلوقتي رجاله. خلاص نرجع تاني للموضوع بتاعنا لو سمحت. ايه ده بقى شويه كده؟ انا هديت والله. طيب اتفضل عشان ما تسمعش الشعرايه دي تاني خالص يا سيدي. معلش بس ما هو ارجوك يعني اللي ليك كل عليك. معلش اتفضل. السؤال الثاني اتفضل. حضرتك كنت عايز تكلمني على حاجه ليها علاقه بالقضيه بتاعت فريق شفيق. دلوقتي الدوله دي دوله قانون ودوله نظام. كان في نص يا استاذ جمال بيتحدث في قانون المرافعات عن رد قاضي التحقيق زي قاضي الحكم بالظبط. معاك استاذ مرتضى. ايوه انا سامعك، انت مش سامعني؟ ايوه اتفضل يا فندم. لا ما كنتش سامع حضرتك. اقول لك الفتره. ايوه دلوقتي انه زي قاضي بالظبط ان حصل امر رد او اسامه الصعيدي زي محمود الصدروت يترد زي القاضي بتاع القعده على المنصه. تمام. اتخذت اللجنه التشريعيه ان لغتها قالت احنا لغيناها عشان نوحد الجهه اللي تشوف هذا القاضي. لكن القاضي التحقيق بيترد وقاضي الحكم بيترد. ما دام قاضي التحقيق بيترد طبقا للماده 162 من قانون المرافعات، اول ما يتعمل طلب الرد يمتنع عن القاضي انه ياخد نفس في حضوريه. نعم. والناس المحترمه اللي مش متوجهه بتعمل كده. اخونا اسامه الصعيدي اترد اللي كان شغال مع مقاولين العرب اللي عنده 40 بلاغ عند النائب العام ضده هو اللي بيقعد عند حكام جوهر الحلال. مش اكتر من كده اللي حافظ عليه فساد نادي الزمالك لاسباب هو عارفها 102 مليون. تمام؟ يا استاذ اسامه انا قلت لك قبل كده حضرتك مردود. اترديت اول مره حولت القضيه الاولانيه بتاع الطيارين. هو انت مالكش على الطيارين؟ يا راجل دي جمعيه فخار. ده ناس بتوزع جمل على نفسيهم. هما فين الطيارين؟ انا بصراحه مش عارف الطيارين فين. طبعا كده رايحين جايين. ده راجل حرس كل قوات، ده حرس كل الطيارين اللي حاربوا في 73. ده راجل حرس تبيت كوكري. الراجل ده انا بس خدت الصوت بيقطع يا استاذ مرتضى لو سمحت عشان تخلص استاذ مرتضى. نعم. الصوت بيقطع لو سمحت عشان تخلص التعليق بتاعك. بقول لك يا بيه دلوقتي ارض الطيارين دي الراجل اللي اسمه اسامه الصعيدي ده حدث نص الطيارين بتوع مصر. طيب مش قانوني؟ ما قانوني يا استاذ مرتضى. قانوني اولا زي ما قال الاخ يحيى المستشار يحيى دي عمليه جمعيه خاصه يا جماعه. انت عايز تنتقل من احمد شفيق قول لي كده احمد شفيق فارس من ده مش ساخن وده والله العظيم ثلاثه دول المحاكمه. احمد شفيق الحكم العالي علي ثابت العين يا راجل بقول لك تاني البلد دي قال لك كمان وعليها خدوها ب5 سنين وهي 8 مليار. فراحوا الاثنين قالوا مش عايزين البلد ولا عايزين 5 سنين وما استلمناهاش. انا برضه احرصهم يا استاذ سعيد انت عربي. معلش يا استاذ مرتضى انا بعتذر لحضرتك لان الصوت فعلا مش واضح. بس لو سمحت اتقطع حتى الخط كمان. بس لو سمحت يعني ان شاء الله